عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده هنعمل تورتايه مع بعض مقاس 16. حاجه كده كيوتة قوي في نفسها وشكلها بيقول انها جايه من بره. تعالي كده نبهرهم النهارده ونعمل لهم تورتايه يتخموا فيها ويقولوا ان انتي مشترياها من بره، وبعد كده ابهريهم وقولي لهم ان انتي اللي عاملاها في البيت بابسط تزيين بابسط حاجه في الدنيا. هنطلع مع بعض تورتايه ما حصلتش. يلا بينا نشوف هنبتدي منين. يلا بينا. اول حاجه كده معايا صينيه مقاس 16 وجبت ورق الزبده دوت، وابتديت ان انا اخد مقاس الصينيه زي ما انتوا شايفين كده وقصيتها، بس انا هنا تنيت الورقه تانيتين وبعد التانيتين تنيت تاني بحيث ان هو الورق ما يتهدرش معايا ويطلع لي زي ما انتوا شايفين دايرتين مجوز مقاس 16، لان طبعا الصينيه صغيره جدا والورقه كبيره زي ما انتوا شايفين. فبالتالي طبعا ركنت الدايره التانية على جنب، هستعملها في مره تاني برضو في الصينيه دي. زي ما انتوا شايفين ورق الزبدة ده جميل قوي. بصوا هو مش ورق زبدة، ده ورق خبز. تمام. يعني سعره اهدى شوية من ورق الزبدة اللي احنا متعودين عليه. ده ورق خبز حواوشي. زي ما انتوا شايفين هنا ضربت الاسبونج بتاعي وهنزله كده في القالب بتاعي. طبعا بقى لو عايزين طريقة الاسبونج اكتبولي في الكومنتات، تفاعلوا معايا عشان انزل لكم طريقة الاسبونج. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي كده قد الصينية دبتين صغيرين، دبتين خفاف جدا، مش هفضل كده ادبها جامد قوي، لا بالراحه خالص. نجيب بقى هنا قالب الشوكولاته معانا، نبتدي بقى نجيب الشوكولاته. طبعا انا عشان سايباها بدرجه حراره الغرفه فهضطر ان انا اقطعها واحطها في التلاجة عشان اعرف استخدمها في البشر، لان انا طبعا كل التورتايه معتمده على بشر الشوكليت زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ان انا هاخد 3 مكعبات، بس انا مش هستخدم ال3 مكعبات دول، انا هستخدم مكعبين 2 بس. طبعا زي ما انتم شايفين دخلتها الفريزر وخرجتها عشان ابتدي ابشر فيها. وهنا كانت الاسبونج استوى وخرج من الفرن وهسيبه يبرد. طبعا انا فضيته بقى من القالب وهسيبه يبرد. هنا بقى كنت محتارة اشتغل بالسكينة ولا اشتغل بالمبشرة ولا اعمل ايه بالظبط، كنت حيرانة جدا بجد. واشتغلت شويه بالسكينه ورجعت للمبشره وشويه بالسكينه وشويه بالمبشره لحد ما قررت خلاص ان انا هشتغل بالمبشره. اسهل واسرع وطلعت الشوكولات الشكل اللي انا عايزاه او البشره اللي انا محتاجاها. هنا انا محتاجه بشره ناعمه جدا. في طبعا تورتات تاني بنحتاج تغليفها بالبشر اللي هو بيبقى عريض شويه وباين شويتين. هنا بقى خلاص كانت التورتايه بردت معايا او الكيك برد معايا، هبتدي ان انا اشيل ورق الزبده. بصوا اتشال بكل سهوله خالص، وهبتدي بقى اركنه على جنب. هنا هنقطع بقى معانا السبونج، شايفين ما شاء الله الله اكبر، شايفين حاجه ممتازه. هيطلع لي 3 طبقات ممتازين. عايزين طريقه السبونج اكتبولي في الكومنتات وهنعمل حلقه مخصوص عن السبونج. زي ما انتم شايفين 3 طبقات. طبعا الطبقه اللي على الوش دي مش هنحطها خالص، هنشيلها. هنبتدي بقى نعمل الكريمه. معايا كوبايه كريمه عليهم، اسفه، معايا نص كوبايه كريمه عليهم ربع كوبايه من الباستري. وهنا انا غليت وحطيت ربع كوبايه من الكاكاو، هنا كان المفروض احط معلقه من الكاكاو. وهنا السكر حسب التحلية. طبعا كده كده الكاكاو، لان هو الاوردر ده رايح لحد بيعشق الشوكولاتة، فما فرقش معاه اطلاقا ان الكاكاو جه كتير، بالعكس هو كان عايز كمان كاكاو تاني. تعالوا بقى النهارده نجرب كده مع بعض. الطريقة دي بشوفها كتير قوي منتشرة جدا على النت، ان هم يجيبوا كيس كده ابيض كبير ويدخلوه في نفس القالب اللي سووا فيه الكيك، ويبتدوا ان هم يزينوه فيه، مش يزينوه يعني يبتدوا يحطوا الطبقات كلها مع بعضها في قلب الصينيه دي في الكيس البلاستيك. وزي ما انتم شايفين زي ما انا بعمل كده بالظبط هما بيعملوا كده بالظبط. فانا حبيت ان انا اجرب المره دي واشوف هيبقى عامل ايه، هل فعلا هيطلع شكله الطف، هل فعلا احسن، هيتساوى اكتر. فانا جربت بقى معاكم النهارده في الكيكه دي وهنشوف مع بعض النتيجه، هل فعلا تمام وحلو ونمشي عليه كلنا ولا لا. خلينا زي ما احنا متعودين بقى على القعده الدواره كده ونشتغل. زي ما انتم شايفين طبعا حطيت راق سبونج، راق كريم جانتيه، وراق يعني واسفة كريسبي بعد الكريم. وهبتدي بقى احط السبونج الاخير زي ما انتم شايفين. شكله حلو قوي ما شاء الله وهاش جدا، الله اكبر عليه، حاجة بتحكي عن نفسها. هنا بقى ابتدي ان انا اقفل على السبونج واسيبه نص ساعة بالظبط في تلاجة.
زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم الاوردر ده طلب مني الساعه 3 بالليل، تمام، والمفروض التسليم يكون الساعه 1 الظهر، والحمد لله ربنا كرمني يعني وقدرت اخلصه الحمد لله. وطبعا هذا من فضل ربي الحمد لله. هنا بقى خلاص طلعت الكيك اهوت بعد ما حطيت الكريمه معاه وحطيته في التلاجة نص ساعه. هبتدي بقى اجيب البورده دي. البورده طبعا مش مقاس 16 خالص، انا جايباها مقاس 20. بحب اجيب البورده اكبر من التورتايه، بتدي منظر حلو قوي وشكل جميل قوي. طبعا انا كنت مديها كريمه مساحه اوسع معايا عشان اضمن ان الكيك كله يكون تحتيه الكريمه ويمسك كويس جدا في البورده، وكمان ان هو رايح مكان بعيد، فحبيت ان انا اكون متأكدة ان التورتايه بتاعتي ماسكة في البوردة كويس. بصوا انا جربت معاكم بقى اهوت ان انا احط الكيس واحط الكيك واحط الكريم جانتيه واحطه في التلاجة شوية. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بجد ممتازه، يعني الفكره دي ممتازه يعني. اللي عملها بجد سقفه كبيره قوي يعني بجد يعني. لا حلوة، جميلة. الرقات طلعت مظبوطة كلها مع بعضها، شكل الرقات حلو قوي. ساعات واحنا بنشتغل نلاقي مثلا في رقة كده مش مظبوطة فوق اسفة فوق الرقة اختها، فبجد كل الرقات طلعت مظبوطة فوق بعضها بالظبط يعني. بجد جربوها، اللي لسه مجربهاش هيندم زي كده ان انا مجربتهاش من بدري. وهنا بقى نبتدي نجلس تجليس خفيف بس، يعني احنا مش هنبقى يعني تكين قوي على ان التجليس يكون املس خالص ومفيش فيه اي حاجة باينة. لا احنا هنجلس بس مش هنجلس ان مثلا التجليس ما يكونش فيه باين فيه اي دفوهات، لا عادي خالص هيكون باين فيه دفوهات، بس اهم حاجة ان انا اجلسها واخلي شكلها يكون حلو زي ما انتم شايفين كده، ومديني الحواف اللي فوق ديت، لان انا محتاجة الحواف اللي فوق دي تكون باينة. فاحنا هنجلس تجليس عادي تمام، بس اهم حاجة يكون حواف التورته من فوق موجودة. احنا مش قلنا زي ما قلنا مش هنتك على التجليس ان هو ما يكونش باين فيه اي حاجة، لا عادي خالص يبان فيه كل حاجة مفيش اي مشكلة، بس اهم حاجة الحواف زي ما انتم شايفين كده من فوق تكون باينة، لان الحواف دي هي اللي هتحدد لي التورتايه بعد ما احط عليها الشوكولاتة المبشورة، وهتخلي شكلها لطيف كده ولذيذ زي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو. وهبتدي بقى ان انا احط الشوكولات بقى اللي انا بشرتها. طبعا كانت عماله تسيح خالص، الجو حر جدا، وانا كمان كان في شغل تاني بعمله في الفرن، فكان الدنيا يعني حر جدا عندي الفرن، والجو طبعا طبيعي حر لوحده، فكان الشوكولاته بصراحه سايحه جدا معايا. وهبتدي بقى ان انا احط بقى كل الشوكولات كده على التورتايه واحده واحده كده زي ما انتم شايفين شكلها ابتدى يبان حاجة حلوة قوي. على فكرة التصميم ده مش انا اللي مختاراه، العميلة هي اللي بعتتهولي، فده طبعا مش تصميمي، ده تصميم حد تاني اكيد خالص، وبجد شكرا على التصميم ده، تصميم جميل ولطيف ولذيذ زي ما انتم شايفين كده. وطبعا اكيد يعني لما عميلة تجيبلي تصميم مش هقولها لا انا مش هعمل التصميم ده، لا تمام يتعمل عادي، ايه المشكلة؟ سواء عجبها تصميم من الصفحة بتاعتي او تصميم من صفحة تاني مفيش اي مشكلة، وشكرا جدا لصاحب التصميم. زي ما انتم شايفين كده، شايفين طبعا بقى نضفت البوردة بقى بتاعتي وظبطت الدنيا، شايفين شكلها، شايفين بقى لما عملنا خلينا الحواف وكده منظرها جميل جدا. وهنا جبت بقى الشوكليت الفوريرو روشيه وحطيت فيها كده 2 من الخل عشان تثبت كويس على التورتايه من فوق، لان طبعا مفيش اي شوكليت مفيش اي صوصات مفيش اي حاجه الفوريرو هتلزق فيها، فاحنا هنحط بقى خله كده وهتثبت كويس. وهنا جبت بقى الشوكليت الكيتكات وخدت مقاس التورتايه كده من فوق وقطعتها بسكينه حاميه، هي اصلا كده كده الكيتكات بدرجه حراره الغرفه، فبالتالي كانت سهله التقطيع خالص. وجبت طبعا معايا نوتيلا سما وما خفتهاش بزيت، خليتها زي ما هي، انا عايزاها تقيله كده زي ما هي. وهبتدي ان انا الف كده داير ما يدور على تورتايه. شايفين البساطه؟ في ابسط من كده تزيين؟ في ابسط من كده تورتايه؟ لا مفيش لا بجد مفيش. احنا ممكن نقول عليها تورته الانجاز السريع، يعني على طول كده في السريع، تورتايه في السريع. شايفين؟ يا رب يكون شكلها النهائي عجبكم، حاجه يعني ممتازه ممتازه. وزي ما قلت اي بنوته مبتدئه ممكن جدا جدا تعملها، لانها في منتهى البساطة والرقة والجمال وسهلة جدا. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك وكومنت حلو منكم، وانتظروني في فيديو جديد قادم ان شاء الله. وسلام.